مباراة سوريا والمغرب الحالة الأولى الدقيقة 26، كرة مرفوعة إلى داخل منطقة جزاء المنتخب المغربي، يرتقي إليها مهاجم المنتخب السوري محمود الأسود رقم 21 في مكانه، فيما يتحرك لاعب مدافع المنتخب المغربي رقم 18 مروان سعدان، يتحرك من مكانه ومن ثم يرتقي للعب الكرة. طبعا اللاعب المغربي لم يصل الكرة برأسه، لكن رأسه ذهبت بجانب رأس اللاعب السوري المهاجم السوري محمود الأسود. يضاف إلى ذلك بأن محمود سعدان لم يستخدم كتفه ليقوم بعملية دفع في وسط الظهر من الخلف، كما لم يستخدم يديه وأذرعه في دفع اللاعب على جسمه أو على رأسه من الخلف، وبالتالي الاحتكاك كان في إطار المنافسة على الكرة، وبالتالي لا وجود لمخالفة. الحكم يتخذ قراره باستمرار اللعب، إلا أن تقنية الفار تستدعي الحكم لمشاهدة الحالة من جديد. فبعد أن يشاهد الحالة الحكم يعود إلى تأكيد صحة قراره الأول بعدم وجود مخالفة، فكان قراره النهائي صحيحا.